لحظة بس يا جماعة بعد إذنكم. بس خد راحتك بس. تنسناش يا باشمهندس احمد في موضوع تثبيت المكتبه ده. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. حاضر يا باشمهندس. الحمد لله على السلامة. شكرا، خد راحتك خالص. وانا عارف ان يعني دي عمليه فنيه عايزه تركيز جامد. الله يكون في عونك. تمام، شكرا. الله يكرمك يا باشمهندس. إن شاء الله الموضوع بسيط يعني. ربنا ييسر على يديك ان شاء الله كل شيء. تمام، بصوا كده هشير لكم كده الشاشة دي تاني. كده ظاهر الستارة. ايوه تمام. تمام. عندك ستارة زي دي كده مثلا، طولها 3 متر. المفروض لما هنقطع الستارة الجزء اللي فوق ده يبقى لحام. فأنت هتمشي كل الأشكال دي، كل ده هيبقى حلية، والشكل ده والأشكال الخطوط دي كلها رسم. وفي عندك قطع داخلي وقطع خارجي. هتتصرف ازاي في الحالة اللي زي دي؟ يا إما تقطع الأول، تقطع عادي الشكل العادي اللي هو الستارة بتاعتك، الشكل الخارجي ده ومع الداخلي هنا وهنا، عشان اللحام ده، بص شايف اللحام ده لازم يبقى عادي. ما ينفعش البنطة تمشي هنا اللون وتعمل لي كيرف هنا وتحلل الجزء ليه بقى؟ عشان لما اجي احطهم جنب بعض يبقى اللحام بالظبط الفرع يمشي معاه. فانت في الاول هتعمل ايه؟ هتخلي الشكل مغلق عادي وبعدين تقطع. بعد كده هتفتح الجزء ده بقى. بعد كده تفك بقى النقط دي بحيث ان البنطة تفضل ماشية، تمشي هنا كده وتمشي على الخطوط دي كده وتيجي هنا، ما تجيش بقى خالص على الطرف بتاع اللحام. دي فكرة بس، طبعا كلنا عارفينها يعني، بس انا حبيت بس اقولها لكم. ان شاء الله بقى من اول بقى الجزء الجاي هنبدأ بقى ناخد التكوين والطول الباص بتاعنا. يعني ستارة زي دي مثلا، الستارة بتبقى حلية ورسم وقطع. يعني كل الرسم الورد ده وكل الرسم ده والخطوط دي كلها رسم بتبقى تجريح بونتا في. عشان تعمل حلية بقى للأجزاء دي بتستخدم بونتا الفيننج اللي هي ارك، بره وجوه كده، اللي هو عامل زي القوس كده، بس بيعطيك شكل فيه بس عن ارك، الجوانب بتاعتها ارك يعني كده. دي البونتا الفي عادي. البونتا الفيننج بقى على حسب المقاس يبقى عامل كده. انت عشان تعطيلك بتكسر صورك نص قطر هنا مثلا، نص على حسب بقى الايه المساحة بتاعتها والشكل بتاعها. ان شاء الله نتعلم ازاي نعمل بونتا ونضيفها للبرنامج. بس انا حبيت بس اقول لكم الجزء ده عشان ايه يعني، لما نبدأ ان شاء الله في التكوين تبقى الفكرة بس معاك. يعني هوريك احنا هوريك بناخد شكل الشكل الستارة. كامل وبنقصه من النص. نعم. إنه بناخد الشكل كامل وبنقصه من النص ولا مش فاهمة؟ مش انا مش سامع كويس. هسا احنا بناخد الشكل كامل وبعدين بنقصه وبنضيفه جنب الشكل الأولاني، لما يعني هي يكون بناخده من النص. بقول لك لما يكون لا، مش شرط النص، انت ممكن تاخد النص، ممكن عشان ما تهدرش الخام. انا اخد هنا، بص، اخد هنا طول اللوح بالظبط اهو، واللي فضل مني من 3 متر حطيته جنبه، بس اخد بالي ان نفس الاتجاه علشان ما يبقاش مفيش فيه نخاوي. ده اتجاه واحد، بحيث ان لما اشيل دي كده واطلعها فوق هتبقى الستارة. طبعا ان شاء الله الامور ده هتوضح في المحاضرة الجاية ان شاء الله.
بس انا حبيت بس اقول لكم نقطة بس كده. طب تعالوا كده نشوف شكل الستارة بعد ما خلصت. بص هنا ده القطع العادي، ده قطع خارجي وداخلي. شايف البونتال فيننج هنا عملت ايه؟ اللي هو الكيرف هنا عادل عشان ده اللحام، هنا مفيش كيرف اهو، عشان انت لما تطلع الستارة وتحطها فوق تبقى الجزء ده العادل اللي انا بقول لك عليه. هنا بقيت البونطة، الرسم اللي هو التجريح اهو، البونطة فيه لسه في بقية الحلية هنا. طبعا لما بنيجي نحفظ بناخد كل البونط اللي شبه بعض مع بعض. هوريك مثلا الجزء ده، كده يعني بتبقى على حسب بقى رسمك الله انت، ينور. الإضافات اللي انت عاملها. جميل ما شاء الله. إن شاء الله توصل المحاضرة الجاية إن شاء الله تقدر تبرمج ستارة زي دي وأنت هلا مطمن. هو هدول الكيرفات استاذ احمد ببونطة في 90 والتجريح باي بونطة هدول هيك المحززات التجريح بونتا في اللي هو ده، ب... فيش قال التجريح بونتا في، إنما الحلية اللي هي الكيرفات دي بونتا اسمها فيننج اللي أنا رسمتها لك دي، اللي شبهها دي البونتا، بس بتبقى مقاسات علشان حسب بقى نعم الخامة وحسب القطر بتاعها علشان تجيب معاك يعني الشكل. نعم نعم وهو بتصفي معنا حسب النزول لانه دائما كل ما نزلنا اكثر أيوه. اكثر وعلى هيك بدنا نكون منتبهيش قبل ما فيها تنزل. اه احنا بنستخدمها دايما، ممكن برضو في شغل المطابخ انت بتبقى على حسب البونطة بتاعتك بتعمل الشكل اللي انت عايزه بنفس الاستراتيجية وكل حاجة. هو نعم هو دائما درس هذا انه اضافه البنط او الريش لحتى ناخذ سيميوليشن صحيحه كتير مهم عن لانه ايوه نحن في عنا بنط بصراحه عم نعرف شكلها بس ما عم نعرف شو ايوه. احنا ممكن نعمل شكل على الكمبيوتر بونطة زي ما احنا عايزين، ونيجي نشغل بونطة تانية عادي. فاهم؟ يعني انت ممكن تعمل بونطة زي انت عايز تعمل بونطة بحيث تطلع لك الشكل اللي انت ايه عايزه. تمام اه ممكن انا بقى اركب بونطة تانية بنفس تمام الاستراتيجية وتطلع لي شكل تاني عادي. بس هو الفكرة ان انت لازم تشوف تمام الشغل بس بتاعك قبل ما انا تعمله قصدي على المكان. وهي هي النقطه. نعم تمام. طيب فاضل فاضل بقى معانا التعامل بقى مع الملفات. ازاي بقى تفتح كل الصيغ المختلفة على الارتكام، وازاي تحفظ ملف طيب وتعمل استيراد وتعمل تصدير. لو ممكن سؤال بما انه الستاير دكتور اتفضل. ممكن يكون سؤال انه لسه على الدكتور ممكن فيكتور يعني ما خلصنا. ممكن سؤال في ايه؟ هلا في دائما لما بننزل ستاير او اي شيء انه دائما لما نعطي كالكوليت او نعطي اي شيء بيجيبوا لنا تو اوف فيكتورز اوفرلاب او انه دائما هالرسائل او شيء. هي امم دائما انه بس عن طريق الفيكتور دكتور نحلها. هو هيظهر لك المشكلة بس مش هيقدر يحلها بالضغط اللي احنا بنعمله. هو نعم بيحدد لك المكان، وانت تقدر بقى تعمل تحل المشكلة. عايز تحلها يدوي بتمشي بقى على كل مكان هو حدده لك، او بتنشط في عندنا خانة كده في الفيكتور دكتور، انت مثلا ممكن يحذف لك الايه الاوفرلود دوت او الخطوط المتقاطعة،
بس غالبا نعم. مش هيحلها كاملة يعني. بس هو هي يعرفك النقطة، لأنه ليش؟ كل المشاكل الموجودة في الفيكتور بتاعك. نعم، لأنه هو الرسائل الخطأ اللي بتجي إنه two vectors overlap و two vector interjection أو انترسكشن. intersection، يعني تمام. إنه معديات، أو يعني إنه كتير هدول كلياتهم إنه نحلهم بهاي الطرق، ما هيك؟ ايوه نحلها عن طريق بقى الاوفست وترجعه هي تاني. مثل ما هي الأخطاء. نعم. ده اسهل يعطيك طريقة العافية. واحسن. بس دايما انت لو بتصمم بايدك مش هتقع في المشاكل دي. يعني لاحظ كده، لو انت عملت تفريغة او ستارة. صح، 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 أنا مصمم كتير، ايوه. ودائما الوقت اللي بصممهم ما بيطلع لي أي خطأ. هو بس بس إنه القواعد لما بتجيب شيء جاهز أو شيء تنزله أو شيء، دائما هي كل مرة بدي أرجع أعيد، يا أعيد بالرسمة يا بدي أعيد ما انا اقول لك بالتصحيح. حاجة. احنا لما بنحفظ مثلا الملف من الارت كام لدي اكس اف، اوتوماتيك كده كل النقط بتزيد. يعني لو جيت تعمل له امبورت تاني في البرنامج، وتعمل له ودوست حرف الان كده، هتلاقي كل الرسمة بتاعتك بقت نقط سوداء شارب. ممكن ان انت تعمل مثلا سبلاين بس مرة واحدة كده، علشان ايه ما تبوظش الرسمة. انت مثلا بترسم ستارة دلوقتي، انا مثلا برسم الجزء ده كده، خلصت مثلا جزء معين، هحاول ان انا وانا شغال لحد مثلا الجزء ده كده، قبل ما اكرره اقوم اخلص ده كده ومظبطه الجوين وكل حاجة على قد ما الرسمة تجيب، وافتح فيكتور دوكتور واشوف ايه المشاكل اللي عندي. انا ممكن اكون نسيت خط، وانا بقطع كده سبت حته صغنونه فوق الخط جنب الخط كده. لان خد بالك وانت بتعمل جي كود، لو في نقطه، لو في كده مثلا خط انت نسيه مش باين كده، لو انت مثلا نفرض يعني انت بتعمل تريم لاي حاجه وبتسيب كده حته، او بتعمل ارك والماوس علق كده، ما مش هيبقى باين قدامك كده مثلا. لو انت بقى عملت تحديد عشان تعمل جي كود، هيقراه، يعني ده هيبقى معانا والبونتا تيجي تقوم ماشي عليه. لو هو في جزء مثلا في الخامة اللي موجود هيعلم ويبقى شكله مش كويس. فدايما تحاول تاخد بالك من الحاجات دي. بعد ما تخلص جزء من الرسمة تقوم عامل تكشف عنه على الأخطاء قبل ما تكرر، بحيث إن أنت لما تكرر الشكل ده يبقى خلاص الرسمة بتاعتك تمام، ما فيش فيها أي مشاكل. طيب أنا مثلا دلوقتي هناخد بقى جزء التعامل مع الملفات. هو جزء سهل بس يعني متعب شوية. اي تصميم بعمله على الارت كام بيتحفظ بصيغه ارت. تاخدها قاعده عامه كده، علامه سيف دي بتحفظ الجزء اللي انا شغال عليه. طب انا عايز احفظ الملف ده، هنبدا بس من الاول عشان ايه. نفرض مثلا انا رسمت رسمه كده، عايز احفظ التصميم. لو لو انا دوست سيف اول مره، هيفتح لي هنا ايه، قائمه الحفظ سيف موديل از. طالما انا بحفظ، عملت تصميم بحفظ من هنا من قائمه فايل سيف، او من علامه الحفظ، هيكون البرنامج الملف اللي انا بحفظه بصيغة ارت. معايا يا جماعة؟
باشمهندسين معايا؟ ايه تمام، صوتك واضح. طيب أيوة معاك دلوقتي يا باشمهندس. أنا هحفظ ملف بعمل تفسير، هحفظه من الأداة دي. لو أول مرة هيظهر لي النافذة بتاع الحفظ. أبقى أنا عايز أحفظ المربع ده من فايل سيف از. فايل سيف از هيتحفظ بصيغة ارت. أنا حافظه قبل كده بنفس الاسم، تمام. طيب أبقى أنا عندي تصميم وعايز أحفظه بصيغة دي إكس إف، بعمل إكسبورت. لو أنا دوست على اللاير اللي هنا دي كده واخترت اللاير دي، هنا في علامة الحفظ برضو موجودة، بس الحفظ هنا إيه؟ شوف كده، أقف عليها بالماوس إكسبورت. لو جبت من فيكتور إكسبورت أهو، تصدير، أصدره بصيغة إي بي إس أو دي إكس إف أو كل الصيغ اللي موجودة دي. إحنا بنتعامل مع مين؟ دي إكس إف أو إي بي إس. هنحفظ مرة بدي إكس إف وهسميه برضو مربع. مربع. طيب أنا هحفظ تاني، أعمل إكسبورت، تصدير بصيغة إي بي إس، عشان بس أوريك حاجة تاني. يبقى أنا كده حفظت الملف ده بثلاث صيغ: ارت كام ودي اكس اف واي بي اس. طيب ايه الصيغة التانية اللي ممكن استخدمها؟ عندي سي دي ار، ده تبع الكورل درو، مش هيفتح الا لما نفتحه على الكورل ونحوله دي اكس اف. دي دبليو جي برضه لازم يتحول دي اكس اف. طيب ممكن افتح ممكن ارمي دي اكس اف على البرنامج ويفتح لو البرنامج مش مفتوح. لازم اعمل نيو موديل في الاي بي اس او او الملفات اللي هي مثلا زي الالستريتور كده، الاي اي. انا مش عندي ملف الستريتور. طب تعالى نشوف كده، مثلا نجرب. انا عندي مثلا هاخد البرنامج اللي انا التصميم اللي انا عملته بصيغة اي بي اس وارميه كده على البرنامج. طالما البرنامج مفتوح هيفتح معاك عادي. طيب طب تعالى ناخد، هنقفل كده البرنامج ونشوف. الشاشة يا جماعة مش موجودة. لا مش موجودة مش مهندس. تمام. مهندس المحاضرات دي بتتسجل ودي واللي فاتت. اه متسجلة، بس لسه بس ما رفعتهاش على ماشي القناة. ماشي ماشي، بس أنا بطمن يعني. ماشي. هحاول ان شاء الله اخلصها وارفعها لكم ان شاء الله. ولا يهمك ولا يهمك. لحظة بس اقفل البرنامج. لو انا جبت ملف اي بي اس ورميته على البرنامج كده هو مقفول.
جاب لي رسالة خطأ. لحظة كده أوريك أنا رسالة الخطأ هو الشاشة ما يمشارك يا أستاذ أحمد. تمام حاضر، لحظة واحدة أوريك بس بعمل، بوريك بس الرسالة اللي هتظهر بس. تمام كده الشاشة ظاهرة معاكم صح؟ تمام. في شاشة، في رسالة خطأ قدامك اهي، اللي أنا لو حاولت أفتح ملف بامتداد ABS والبرنامج مغلق، يعني ما عملتش نيو موديل، مش هيفتح معايا، بعكس بقى الايه DXF. طيب ايه الشرط بقى؟ يا اما تفتح البرنامج من نيو موديل كده، ومن قائمة فيكتور تعمل امبورت، او تفتح نيو موديل وترمي البرنامج عليه، الملف عليه. طيب إيه تاني في الملفات؟ اي ملف بتعمله على الارت كام لازم يفتح على الصيغة، على الاصدار اللي اتعمل عليه. يعني انا عملت ملف على 2009 مش هيفتح غير إلا على 2009. عملت ملف 2008 فيرجن 151 مش هيفتح إلا عليه. عملت ملف 2017 مش هيفتح إلا على 2017 الأرت كام. عملت ملف 2018 مش هيفتح إلا 2018. يعني يا باشمهندس لو كان مثلا عندي الفيرجن اللي هو 18 وجالي ملف مثلا 2009 ما يفتحش عليه؟ لا مش هيفتح عليه 2008 طالما بصيغة أرت لازم يفتح على الملف على نفس الإصدار اللي اتعمل عليه. يعني مثلا فيرجن احسن الاحدث بتفتح ما قبل. لا مش في عكس غير صحيح، يعني لا 2009 ما يفتحش على 18. كل القاعدة يعني دي شغالة بتسجل مثلا ملف. بص هو شغال في كل اه البرامج القاعدة دي ما عدا الأرت كام. اه حاجه عندك خاصه بيه هو يعني. انت عملت ملف على الارت كام 2009 بس بصيغه ارت كام اللي هو الملف الاصلي. في واحد يقول لك اه ايه انا هحول لك الملف، ما يفتحش. هو مش تحويل، ما فيش حاجه اسمها تحويل ملف. بس احنا بناخد الصيغه الدارجه. يعني انا مثلا انا بقى عندي كل الاصدارات فبقول لك ايه ابعت لي الملف احوله لك. هو انت مش هتحوله اصلا، هو انت هتفتحه على الاصدار بتاعه وبعد كده تحفظه بصيغه نفسه على دي نفسه. اكس اف. بس اه بوضح لك ف بس النقطه. يعني هو قبل ما يطلع بيتحول الى ديك سيف. الديك سيف بيتفتح على الدي اكس اف طول هيتفتح في على اي اي، حاجه. في اي اصدار. على الاوتوكاد او اي حاجه. هو الاي لكن بي لو انا اس حبيت افتحه على الارت كام والاي بي اس حبيت لازم يكون نفس الفيرجن. لازم نفس الفيرجن. بعد كده بقى اخد اتعامل معاه بقى اللي انا احوله دي اكس اف لو صح هو صح. فيكتور، لو هو بقى 3 دي احفظه بقى ريليف اما 9. دي برضو دي برضو نقطه مش في صالح الارت كام لسبب. انا النهارده لو عندي 2018 وعندي واحد بعت لي ملف متسجل على 2008 2009 2012 وات ايفر يعني. امم فمش هيقدر يفتح ازاي. المفروض ان يكون الفيرجن الاقدم يتفتح على الاحدث اللي هو البرنامج الاحدث. تمام. لكن هنا في الارتكام له شخصيه مستقله. برضو دي حته يعني ممكن يشوفوها في الفتره اللي جايه. تمام. هو عامة اوتو ديسك لما ما لقيتش م. فايدة من البرنامج، لان كل الناس تقريبا اه يعني ما حدش اشترى البرنامج خالص. فالسنة اللي اه بعدها على طول ما يعني 2018 ما كملتش دعم ليه. في شركة تانية اسمها عشان كارفين، كده. في شركة تانية خدت البرنامج وطورته شوية، بس بيشتغل بقى اه بالسيرفر يعني بالاشتراك شهري او سنوي، وفي نفس الوقت ما يشتغلش الا على الجهاز اللي انت هتشتريه يعني، مش هيشتغل غير اه على النسخة اللي انت فنوع من شاريها. الاحتكار الجديد يعني. اه نوع من الاحتكار. ايوه. بس هو سياسه نفس شركات. هو نفس البرنامج ونفس كل الخصائص، اه بس في دعم منهم بس بقى، في تحديثات في كده يعني. صح. لازم اكون تحت رحمتهم زي ما بيقولوا. اه
بس هم الله لو كده. كانوا كملوا التحديث بتاعه، كان البرنامج ده كان هيبقى خطير يعني. لان اه كان ممكن يطوروا التعامل مع الصور اللي هي ممكن تتحول ل 3D مباشر، يعني اه بطريقة مميزة كده. هتلاقي الدنيا كانت تبقى تمام يعني. اه لسه بقى في نوع من التطور وربك ييسر ان شاء الله ايوه. يعني. هو برضو بارك الله فيك. الفكرة في المجال بتاعنا ان برضو مفيش حد بيبدع، او مفيش حد بيعمل جديد. كل الناس شغالة من مثلا من 10 سنين على نفس التصميمات، نفس على الشغل، نفس نفس ويمكن المنهج. 2000 2018 مش مهضوم لبعض الناس. تمام. هو بس يمشي على 2008 2009 اسرع لانه خلاص هو خد آه، عليه. بس هو احنا المفروض 2018 نعمل جديد. انا بتكلم في الشغل يعني. انت مثلا، انت النهارده عملت اوضه نوم او سفره بتصميم معين، خلاص بقى انت عملتها مره واتنين، خلاص التصميم ده خلاص بقى. اعمل بقى جديد عشان تيبيكال بقى خالص. تعطي فرصه للناس اللي بتشتغل، المصممين او الناس صحيح. اللي انت كمان كنجار او تاجر برضه عايز جديد. الناس يعني في ايوه ملفات متداوله من يوم المجال ما اتفتح لحد النهارده، والناس شغاله خلاص بقى. يعني زي ما بتقول كده في عليها بقى تشبع، ستاندرد. او في تشبع في السوق اه يعني. هو المفروض ما يبقى فيش في جديد جديد، فيها. المفروض يبقى في ابتكار وابداع، والناس خلاص بقى الناس كل الشغل القديم ده يتلغى ويتعمل جديد. اه يعني انا والله في ناس ما كتير ظهرش قوي، لسه. في ناس كتير قوي مم. يعني باعت المكن بتاعه وخرجت من المجال بسبب الركود. مفيش حركة، مفيش شغل، او الشغل اللي موجود صح. ما بيغطيش المصاريف بتاعت الورشة او المكنة. مظبوط. مقابل له. اه. وربنا ييسر الحال. ان شاء الله ان شاء الله. طيب لو انت عندك مثلا ملف 3D مثلا، ايوه دايما بنحفظه، احنا بنحفظ ريليف. فانا لو انا عايز شغل يبقى يعني انا مثلا هعمل ريليف بيفتح على 2018، محدش هياخد الشغل ده الا اللي عنده البرنامج او اللي عنده اللي بيشتغل بيه. طب انا بقى لو عايز تمام. شغل يكون انا ببعت مثلا شغل لاكتر من عميل، فلازم ان انا تمام. احفظ الشغل ده بصيغة تفتح على كل الصيغ. ايوه فانا هنحفظ مثلا في الريليف بتاعنا على اقل اصدار، زي الكورة كده لما تيجي تحفظ على اقل اصدار. امم يفتح معاك بقى على كل الاصدارات اللي ايه اللي قبل كده. وده اللي